مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى مربى جزر في الدنيا. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة، والنتيجة بجد تحفة جدا. هتنفعك بقى لو رايحة مصيف، هتنفعك للفطار للعشاء، هتنفعك لو حطيتي كده على زبادي على جبنة تحطيها جنب كريمة، بجد تحفة جدا جدا. ال3 كيلو ب10 جنيه، هتملي بيتك خير. بدل ما تروحي تجيبي البرطمان 350 جرام هيعمل لك 50 و60 جنيه، لا اعمليها في البيت بأقل التكلفة وبطريقة حلوة جدا جدا، وهتطلع معاكي أحلى مربى جزر. بجد جربوها مش هتندموا، الطريقة تحفة بجد وهي طعمها خطير. اللهم بارك. قبل ما أبدأ الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. يلا في البداية نقول بسم الله. وأول حاجة دول كده كيلو من الجزر، أنا طبعا خدت 2 كيلو بس من الجزر وسبت كيلو في قلب التلاجة. هنا انا كنت بعمل شويه اللي انا صورتهم قدامكم، وخليت بنتي عملت الشويه التانيين. تمام، يعني انا خدت 2 كيلو من الجزر، غسلته وقشرته وبشرته وزي ما انتم شايفين. يلا نشوف بقى ال2 كيلو جزر خدنا لهم بالظبط كيلو من السكر، يعني 4 مجات من السكر. عايزه اقول لكم ان كانت ما شاء الله طعمها حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان كده تطلع معاكم مظبوطه وتحفه بجد. نزلت عليها بكوبايتين من الميه، وكمان نزلت عليها بعود من القرفه و10 حبايات من القرنفل. عايزه اقول لك هيدوها طعم تحفه جدا، هتطلع معاكي احلى مربى بجد. القرنفل والقرفه. ولو انت عايزه تحطي لها السكر وتسيبيها من غير ما تحط لها الميه، سيبيها على الاقل 6 ساعات وما تحطلهاش ميه، هي هتنزل ميتها. بعد كده طبعا هي اخدت مني من ساعة وربع لساعة ونص على النار هادية. في الاول عطيت لها غلوتين كده على النار عالية، وبعد كده وطيت لها النار. بعد كده نزلت. عندك بشر من البرتقال حطي، انا كان عندي القشر بتاع البرتقال اللي احنا مجففينه مع بعض، او اللي احنا طحنينه وعاملينه برطمان للكيكه. بعد كده خدت بعضي وحطيت منه معلقه كبيره، وبعد كده نزلت بقى هنا بليمونتين معصورين، ولازم تكون على نار هاديه علشان خاطر تطلع معاكي المربى مظبوطه. انا بعد ما لقيتها استوت، هي دخلت في الساعه ونص على نار هاديه زي ما احنا قلنا. قبل ما احطها بقى في البراطيم شلت القرنفل اللي كان فيها وشلت العود بتاع القرفه، طبعا هم خلاص ما لهمش لازمه، لازم تطلعيهم قبل ما تحطي طبعا المربى جوه البراطيم. وخلي بالك افتكري انت حطيتي كام عود من القرنفل، علشان خاطر لما تيجي تطلعيهم تطلعيهم مظبوطين. عايزه اقول لكم للامانه تحفه تحفه تحفه، ما شاء الله طلعت جميله جدا جدا. وبصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، يعني ما شاء الله 2 كيلو بس من الجزر احنا عملناهم، وطلعت معانا كميه حلوه، طلعت معانا طعمها خطير بجد، جميله جدا جدا. طبعا انا ما رضيتش اعمل ال3 كيلو كلهم، قلت لا اخلي لي كيلو كده. الجزر بينفع في البيت للسلطه، بينفع في البيت طبعا لو هتعملي بزله، بينفع لكذا حاجه. فبصراحه انا ما رضيتش اعملهم كلهم، فقلت اعمل 2 كيلو. وعايزه اقول لكم اللهم بارك، ال2 كيلو عطونا كميه حلوه جدا جدا. شايفين شكلها، وكمان القوام بتاعها تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان انا جربتها على الزبادي، كانت جميله بجد خطيره يعني والله للامانه. انا من كام يوم كده كنت جايبه برطمان من المربى، يعني انا بجد اتصدمت في ثمنه. برطمان صغير تقريبا 350 جرام كان ب55 جنيه، مربى التين. فيعني بجد حرام. احنا بأقل التكلفة عملنا احلى مربى، يعتبر ب7 جنيه بس. يعني احنا ال3 كيلو ب10، احنا خدنا 2 كيلو بس، يعتبر ب7 جنيه بس عملنا احلى مربى. هتقولي لي والسكر؟ هقولك السكر بقى سكر التومين يا جماعه، ما فيش زيه بصراحه. اديكوا شفتوا شكله يعني كان عامل ازاي، تحفه اللهم بارك. فطبعا احنا عندنا السكر الحمد لله رب العالمين، عملنا بيه بجد ما شاء الله طلعت جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم حتى السكر لو غامق هو مش هيأثر معاها، هي طلعت جميله جدا جدا وطعمها بجد تحفه اللهم بارك. واحسن وافضل لما احنا نعمل كل حاجه في بيتنا بجد، بدل ما نشتريها. هتشتري البرطمان صغير كده وهتلاقيه ب50 وب55 جنيه، لا اعمليها في البيت، يعتبر انت ما كلفتيش حاجه غير هو الجزر بس. وان شاء الله كل حاجات هتكون موجوده عندك في البيت، وبجد هتنفعك جدا جدا في الفطور وفي العشاء. بجد جميله جدا جدا وعلى ضمانتي، وجربوها. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك حبايبي. وزي ما انتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.